علشان تدمر علاقة الاتنين دول بتحط روج على ايديها وبتعمل نفسها بتظبط القميص وبتحط الروج على رقبته وبتعمل شكل شفايف، ومراته اصلا هي اللي متأجرة البنت عشان تطلعه خاين وبتديله قميص وبتقول له خد البسه، وبعد ما بيلبسوه بيخرج ومفيش حاجة على رقبته وبتتضايق جدا عشان الخطة فشلت، ومراته بتقول له لا وحش خد البس حاجة تاني، وبعد ما بيدخل بتاخدها على جنب وبتقول لها الخطة فشلت ازاي، وصاحب المحل بيبص عليهم وبيشك فيهم وبتقول لها ما تلاقيش انا عندي خطة ذكية بس انت تدخلي ورايا بسرعة، وبعد شوية بتطلب من الولد ان يفك لها سوسة في البروفة عشان الناس، وبعد ما بيدخلوا وهو بيحاول يفتح السوسته بتدخل مراته بتعمل نفسها مظلومه وبتقول انت بتعمل ايه، وبيقول لها مفيش حاجه بس طلبت مني افتح لها السوسته، وبيكون ذكي وبيمشي على طول وبتضايق جدا عشان الخطه فشلت لتاني مره وما عرفوش يطلعوه خاين، ومراته بتقول للبنت انت غبيه وافكارك كلها غبيه، وبتقول لها في اخر خطه ودي اكيد هتنجح وهتعرفي تطلعيه خاين وتاخدي المؤخر والنفعه، وبعد شويه لما بتشوفه داخل يغير هدومه وتدخل وراه وبتفضل تقرب منه عشان توقعه، مراته تدخل وبتدخل مراته بسرعه وبتقول له انت بتعمل ايه انت بتخوني، بس بيطلع ان ده صاحب المحل وبيطلع ان جوزها واقف وعمال يراقبها، وصاحب المحل بيزعل البنت اللي شغاله عنده وبيقول لها انت مطروده، وبيقول لها ازاي ممكن تدمري حياه ناس عشان الفلوس، وجوزها بيقول لها انت طالق وبعد اللي انت عملتيه ده ضيعت عليك المؤخر والنفعه.